في درس النهارده هاقول لك على 3 تريكات مختلفين هيعجبوك أوي وهيفرقوا جدًا في شغلك، علشان كده تعالوا نعرف مع بعض إيه هُم ال3 تريكات وإزاي أطبّقهم بشكل بسيط. أول تركاية معانا هي الموسيقى دي، تعالوا نسمع مع بعض ونشوف إيه اللي حاصل فيها. زي ما أنتم سمعتوا كده الصوت أصلًا قَلَب على distortion فيها أجزاء واطية وأجزاء تانية عالية وما فيش تناسق ما بين الأجزاء الواطية والعالية، دي واطية أوي ودي عالية جدًا. طيب نحل مشكلة زي دي إزاي؟ مش هاقعد بقى أعمل key frame وأوطّي هنا شوية وأعمل هنا شوية لأ، هنحل المشكلة دي بحاجة كده professional يعني. دلوقتي هاعمل إيه، هادخل على الworkspace الخاصة بالaudio تمام؟ أهو، بعد كده هاقف عليها، لو الجزء ده اللي أنا عايزة أضبّطه أو فيه تفاوت في الصوت هو موسيقى، فهاقول له إن هي music، لكن لو شخص بيتكلّم لإن ينفع أطبّق الفكرة اللي هنتكلّم عليها دي، لو في شخص بيتكلّم زيي كده وبيعلى بصوته في أجزاء معيّنة وبيوطى في أجزاء تانية، فهنعمل إيه، هنختار dialog فعادي ينفع أطبّقها سواء موسيقى أو حد بيتكلّم. المهم إن أنا دلوقتي هاقول له music. بعد كده من عند الloudness هاختار auto match بالشكل ده على طول. بصوا كده لو أنا جبت الموسيقى دي أهي تاني، بصوا شكل الويف اختلف ازاي، شايفين هنا في المناطق العالية أو الدنيا ماشية ازاي، وشايفين هنا ايه اللي حصل. تعالوا نسمع. ركزوا كده على الأوديوميتر هنا هتلاقوا إن اللي كان معدي الديستورشن يعني بصوا هنا معدي خالص -6 أساسا، لكن تعالوا هنا بصوا بقى الصوت في أجزاء عالية وأجزاء واطية وما فيش أي مشكلة، مش هيبوظ الميوزك أو هيبوظ لي الكلام بتاع الشخص، لكن في نفس الوقت هيخلي الاختلاف بشكل متفاوت كده وبسيط علشان ما يبقاش الناس محتاجة تعلي في جزئية وتوطي خالص في جزئية، ونفضل بقى الشخص اللي بيتفرج أو بيسمع يبقى يعني مدهوش كده من اللي بيحصل. فبالتالي قدرنا نعمل الفكرة دي بطريقة بروفيشنال وبسيطة. تعالوا بقى نشوف التركاية التانية بتاعتنا النهاردة ايه. التركاية التانية ان انا هاجي هنا عند الورك سبيس العادية الخاصة بسارة تمام، وهدخل بقى على التركاية التانية. بصوا كده ايه اللي هيحصل، شايفين السطوع او النور اللي بيتحرك على التكست بتاعي حلو قوي وشيك. تعالوا نعرف هنعمله ازاي. هعمل نيو سيكونس بالشكل ده ايا كان المسمى اللي هسميه له، وبالتايب تول اهو هكتب ادوبي اهو تمام. بعد كده اهو خلينا مثلا نيجي عند ان انا عايزه ازود الحجم بتاعه بالطريقه دي مثلا، خليه كده تمام. بعد كده هعمل ايه، هاجي ان انا هخلي الفيل بتاعي او اللون بتاعه باللون الابيض. لو عايزه اغير زي هنا كده عامله كلمه بريمير باللون الاصفر، فعادي ممكن اجي اضغط هنا واعمل سيلكت على كلمه بريمير بس، واغير اللون بتاعها مثلا خليه باحمر مثلا اهو. بالطريقه دي انا ظبطت التكست بتاعي. طيب وبعدين ايه الفكره اللي بعد كده، هاجي هعمل للتراك ده دبليكيت، هضغط على الت واسحبه لفوق، فبالتالي بقى عندي كلمه ادوبي بريمير برو مكتوبه مرتين. هقفل الاي بتاع التراك اللي من فوق، وبعد كده هفتح الورك سبيس الخاصه بالكلر اهو. بعد كده هعمل ايه، هاجي عند اللي هي من تحت التراك اللي من تحت، وهقول له ان الاكسبوجر انا عايزه اقلله. بصوا كده بالطريقه مثلا دي، وبعد كده هطلع للورك سبيس العاديه بتاعتي، هلغي بقى الاي دي. بصوا دلوقتي بقى اللي من فوق السطوع بتاعه تمام، اللي من تحت الاكسبوجر بتاعه قليل. بعد كده هاجي من افكت كنترولز وهنزل على الاوباسيتي وهعمل الماسك بتاعي اهو بالطريقه دي، وهاجي بقى هقول له زود لي الفيزر بالشكل ده اهو كده، وهاجي اخرجه بره بالطريقه دي، وهحط هنا
key frame عند الماسك باص، وبعد كده همشيه شوية، همشي بس كده، همشيه لغاية الآخر عندي بالطريقة دي، وتعالوا نشوف النتيجة. شايفين؟ نسرعها شوية عشان الموضوع يبقى بشكل ملحوظ. خليها مثلا كده، وممكن نقلل الفيزر شوية. بصوا اهو، انا ممكن مثلا من الكي فريم الاولاني اخلي دي تطلع كده لبره. تمام، شايفين النتيجة حلوة جدا وشيك. تعالوا نجرب نعمل فكرة تاني. مثلا انا هاخد التكست ده قلت كده وهسحب. تمام، بقى ده الاكسبوجر بتاعه متظبط ان انا مقللاه. هاخد الت كده وهلغي هنا الاكسبوجر اللي انا ظبطته علشان يبقى السطوع عندي او الاكسبوجر على اول تراك زي ما هو، والتاني هكون لغيته. فانا بالتالي زي الفكرة دي بالظبط، لكن هاجي هنا هغير في شكل الماسك، هخليه ريكتانجل بالطريقة دي. وبعد كده ممكن كمان ما ازودش الفيزر، هخليه بره كده بالشكل ده، واحط هنا عند الماسك بس بالطريقة دي، وهاجي هنا كده هطلع ده لبره بالشكل ده. تعالوا نشوف النتيجة. طبعا عايزة ازود الفيزر، مفيش اي مشاكل اهو، بس انا بوريكم يعني اشكال مختلفة. بصوا، نقدر بقى نسرع حركته أو نبطأ عادي زي ما إحنا عايزين. المهم إن إحنا وصلنا للفكرة وللنتيجة، وفكرة نبطأ أو نسرع دي مش أزمة. فزي ما انتوا شفتوا فكرتها بسيطة جدا. تعالوا نشوف بقى التركية التالتة والأخيرة. هندخل بقى على السيكونس رقم 3. بصوا كده، شايفين الترانزيشن ده؟ ترانزيشن مفيش أسهل منه وشيك في نفس الوقت. تعالوا نعمل نيو سيكونس مرة تانية أهو، وبعد كده هقول له إن أنا عايزة الفيديوهات بتاعتي أهو، ده أول فيديو أوكي، وبعد كده ده تاني فيديو. بطبق بالظبط زي ما انتوا شفتوا على نفس الفيديوهات. ممكن نقلل مدتهم، مش محتاجة كل ده. وبعد كده هعمل إيه؟ هاجي من نيو ايتم هنا، أقول له عايزة adjustment layer، وأوكي دي الأبعاد بتاعتي، هاخده أسحبه بالشكل ده. بعد كده هضغط كليك يمين وهقول له speed duration، وهحدد مدة اللي هو adjustment layer. هقول له إن أنا عايزاها 8 فريم بس أهو، هكتب 0 8، وهنا هلغي الأربعة دي هخليها 0. تمام. طيب ده ليه؟ أولا هنا الساعات، هنا الدقايق، الثواني، الفريمات، فأنا خليته 8 فريم. تمام، بصوا مدته صغرت معايا، وفي نفس الوقت ليه خليته 8 ما خليتوش مثلا 7، ما خليتوش ليه 9؟ هقولك إنه بنحتاج نخليه رقم زوجي على أساس إنه الرقم الزوجي أعرف أوسطن الترانزيشن بتاعي، فعلشان كده بخليه 8 أو أخليه 6 أيا كان، بس المهم رقم زوجي. فأنا أهو همشي كده 1 2 3 4 بالاتجاهات بتاعتي في الكيبورد، وهحط هنا ماركر وهوسطنه بالشكل ده. طيب تعالوا بقى نعرف هنعمل ده إزاي. هدخل على effects من هنا وهقول له عايزة الدايركشنال بلور أهو، هاخده هسحبه عندي بالشكل ده، وهاجي هنا هحط كي فريم هنا وكي فريم هنا، هقول له مثلا خلي لي دي مثلا 70، ودي كمان خليها 70. ماشي، وهاجي بعد كده هتحرك 2 فريم لورا، وهرجع كده بعد كده هنا، وهتحرك 2 فريم لورا، وهرجع هنا كده. بصوا النتيجة حلوة جدا، وده ينفع ترانزيشن لوحده، لكن في نفس الوقت أنا في الترانزيشن ده في زي إضاءة كده عندي. بصوا، تعالوا نعمل الإضاءة بتاعتنا. هكتب هنا brightness أهو، brightness وكونتراست، هاخدها اسحبها عندي على الادجستمنت لاير بالشكل ده، وهنزل كده هاجي هنا همشي الابعاد بتاع الكي فريمز زي بعضها. هكتب هنا مثلا ان انا عايزه البرايتنس بتاعتي 100، وممكن اخليها هنا مثلا خلينا مثلا كده، وممكن اقلل دي شويه عادي.
تمام، هحط الكي فريم بتاعي بالشكل ده، وهاجي هنا هرجع وهاجي هنا برضو هرجعه للأصل. وتعالوا نشوف الترانزيشن أهو، مش بس مجرد دايركشنال بلور أو بلور زي أي ترانزيشن عادي، لكن كمان إن أهو بصوا عملت البرايتنس بتاعي بشكل احترافي. والتلات تريكات حقيقي هيفرقوا جدا في شغلك، يبانوا صغيرين لكن أي حاجة بتفرق في أي بروجكت أنا بشتغل عليه، وزي ما انتوا شفتوا تطبيقهم أصلا مفيش أسهل من كده. فعلشان كده لو عجبك الدرس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو أول مرة تشوف لي فيديو، وما تنساش تفعل زرار الجرس علشان يوصلك نوتيفيكيشن كل سبت وتلات إن في درس جديد نزل على القناة. في حاجة مهمة جدا عايزة أقولك إنه في مفاجأة أنا مجهزها لكم، هكون بقولها خلال الوقت الجاي. عايزاكم تترقبوا كده القناة علشان المفاجأة هتعجبكم جدا جدا. وفي نفس الوقت عايزاكم تخمنوا ايه هي مثلا المفاجأة وتكتبوا لي في الكومنتات، ولو مثلا حد جابها صح فأكيد هيبقى ليه أي حاجة، يعني هنتفق عليها بعدين. بس عامة شاركني برأيك، وما تنساش برضو تقولي رأيك في درس النهاردة، واستنى درس جديد كل سبت وتلات الساعة 10 مساء.